السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفضل طريقة للفوز بأجر حجة وعمرة في جلسة الضحى. تعالوا نعرف، بس نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كتير من الإخوة والأخوات بيسألوا إيه أفضل طريقة تخليني فعلا أضمن إن أنا آخد أجر حجة وعمرة كل يوم كنافلة، تمام، في جلسة الضحى. طبعا الحديث الأول عشان الناس تعرف بس الأول إيه اللي إحنا بنتكلم عنه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: من صلى الصبح في جماعة. طبعا الكلام ده للرجال. أما المرأة إذا صلت الصبح في بيتها وجلست في مصلاها تذكر الله لحد بعد شروق الشمس بربع ساعة وصلت ركعتين الضحى، ليها نفس أجر الرجل وهو بيصلي في المسجد. يبقى من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. المقصود هنا أنها نافلة وليست فريضة. واضح كده؟ أجر عظيم جدا. كل يوم أجر حجة وعمرة تامة شيء عظيم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، الرجل هيروح يصلي في المسجد ويجلس في المسجد. مش لازم، عشان تبقى الناس واخدة بالها، مش لازم يقعد في نفس المكان اللي صلى فيه. لا، ينتقل في أي مكان في المسجد براحته. ممكن يتمشى في المسجد وهو بيقول الأذكار، يعني لا حرج في ذلك. عشان بعض الناس بيقول لك لا لازم تقعد في مكانك. لا، مش لازم، المهم بس تكون داخل المسجد. يبقى من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله. يذكر الله، مش يقول حواديت، مش يجيبوا فطار ويقعدوا ياكلوا ويشربوا ويضحكوا لحد الشروق ويصلوا الضحى. لا، ما خدوش حاجة كده. انما المقصود ان هم يقعدوا يذكروا ربنا، مش جماعة. كل واحد يذكر ربنا في نفسه، يقول اذكار الصباح، خلصها يفتح كتاب الله يقرأ ورد القرآن بتاعه لحد بعد الشروق بربع ساعة، يصلي ركعتين الضحى. ألف مبروك، اتكتب لك حجة وعمرة تامة. بعدها بقى بعد الضحى حبيتوا تجيبوا فطار وتقعدوا تفطروا مع بعض، لا حرج في ذلك. إنما في الوقت بتاع من بعد الفجر لحد بعد الشروق بربع ساعة، ده وقت ذكر وقراءة قرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، هيصلي الضحى ركعتين، أفضل يخليها 4 ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. ليه؟ لأن عندنا نص حديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى، اللي هي سنة الظهر، وقبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة. فعشان ياخد الفضل ده يخلي الضحى بدل ركعتين نخليهم 4. يبقى كده خد أجر حجة وعمرة، ومع سنة الظهر والأربع ركعات الضحى بفضل الله كمان يتبني له بيت في الجنة. طب والمرأة بقى تعمل ايه يا شيخ محمود؟ هتصلي الصبح في بيتها في المصلى بتاعها وتجلس تذكر المولى عز وجل، ولها أن تتحرك في المكان، سواء كانت صالة أو كانت غرفة، تتحرك براحتها. مش لازم في نفس القعدة ونفس المكان، هتتحرك براحتها وتذكر المولى عز وجل. خلصت أذكار الصباح تفتح كتاب الله وتقرأ ورد القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى لحد بعد شروق الشمس برضه بربع ساعة. تمام، وبعدين تصلي 4 ركعات الضحى. ألف مبروك، اتكتب لك حجة وعمرة تامة، ومع سنة الظهر اتبنى لك بيت في الجنة بفضل الله. طب الإشكالية يا شيخ محمود، عندنا إشكاليتين. الإشكالية الأولى، طب انتقد وضوئي، هل أنا بقى لو رحت الحمام عشان أتوضى وأرجع تاني أبقى أنا تركت المصلى ولا يكتب لي الأجر؟ أبدا والله، الأجر كاملا. يتوضي حضرتك وارجعي تاني اذكري المولى عز وجل. برضو نفس الحكاية، حضرتك عايز تدخل الحمام ادخل الحمام برضو، اذا كنت هتقضي حاجتك وتتوضى بعدها وترجع تاني وتكمل، لك الاجر كاملا بفضل الله. طب برضو الاشكاليه التانيه بقى خاصه بالنساء، يعني برضو هي في النهايه زوجه وام اولاد، وغصب عنها عندها مسؤوليات مش عند الرجل. يعني هي قاعده بتذكر ربنا ما شاء الله من بعد الفجر لحد لحد بعد الشروق بربع ساعه، وهتصلي 4 ركعات ضحى. طب في الوقت ده بقى بتاع الذكر ده اللي هو من بعد الفجر لحد الشروق، زوجها قال لها معلش حضري لي لقمه افطر عشان رايح الشغل، او ولادها قالوا لها يا امي عايزين بس سندوتشات المدرسه عشان نروح المدرسه. هل كده الاجر ينقطع؟ ابدا والله. تدخل المطبخ وهي تذكر المولى عز وجل، يعني وهي بتكمل اذكار الصباح ماسكه المسبحه في ايديها. ايه المشكله؟
وهي بتحضر الطعام عماله بتسبح بالمسبحه دي، تمام كده. وبعدين وهي بتحضر الاكل وبتذكر المولى عز وجل وبتقول اذكار الصباح، تمام. فهي بتحضر فطار، حضرت الفطار حطته قدامهم، ترجع للمصلى بتاعها بفضل الله، تبقى كده أدت واجباتها الزوجية ورجعت للمصلى بتاعها وقعدت تذكر المولى عز وجل وتكمل ذكر الله وقراءة القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. وخد بالك من حاجة، إعداد الطعام لأولادك وزوجك دي عبادة تانية كمان أنت مأجور عليها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فربنا يجعلك سبب لإطعام زوجك وأولادك، والطعام ده سبب لحياتهم بفضل الله سبحانه وتعالى وإعانة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فتنوي بذلك. فبفضل الله سبحانه وتعالى باللي بتعمليه ده تاخدي الأجر كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس فاكرة إن الواحد لو اتحرك ولا راح يمين ولا شمال خلاص كده إيه انتهى الأجر. لو كان الحركة بغير داعي، إنما هي غصب عنها داخلة تحضر أكل لزوجها والأولادها، مفيش عليك أي مشكلة بالمرة بفضل الله، وواخدة الأجر كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ما يتخللش بقى الجلسة ديت إن أنت تقعدي تحكي مع زوجك وتحكي مع أولادك وتتكلمي معاهم وتفتحوا مواضيع وتجيبوا مش عارف ايه، لا يبقى كده ايه، انت كده بتضيع اجرك. انما خلي دايما حياتك في الوقت ده لذكر الله ولقراءة القرآن، حتى وانت بتحضري الاكل برضو اذكري المولى عز وجل، لن يضيع اجرك بفضل الله. واخد اجر الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى وهو رايح المسجد، واخد اجر خطواته وهو رايح وهو جاي، مع كل خطوة ياخد حسنة ويتغفر له سيئة ويترفع في الجنة درجة. ولما يخش المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى بياخد أجر صلاة الجماعة 27 درجة، وانت واخدة 27 درجة وانت قاعدة في المصلى في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. واخدة أجر لو هو راح قبل الفجر بشوية وجلس ينتظر الصلاة، واخدة أجر انتظار الصلاة، ما فيهاش مشكلة بفضل الله. المرأة وهي بتصلي الصلاة في وقتها في بيتها لها كل الأجور اللي بياخدها الرجال وهم رايحين الجمعة أو الجماعات بفضل الله في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من إكرام المولى عز وجل للمرأة المسلمة، فوالله ما كرمت المرأة بتكريم أعظم من تكريم الإسلام لها بفضل الله سبحانه وتعالى. فهي في ظل الإسلام جوهرة كريمة يعني مصونة في بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن حبايبي دي أفضل طريقة تضمنوا بها إن شاء الله إن كل يوم تاخدوا أجر حجة وعمرة تامة بفضل الله سبحانه وتعالى. محدش في الدنيا يفوت الأجر ده بفضل الله سبحانه وتعالى، والبيت هيتملي بركة وحياتكم تتملي بركة بأن تسيروا على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.